عسلامة، السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة يا رب. قبل ما نبدا الفيديو نتاعي راح نصليو على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد آله واجمعين. اليوم جبت لكم طريقة تحضير كسرة رخصيص او قهوة مقورن بواحد الوصفة جد خطيرة وسير به تخرج ليكم طرية بمقادير مضبوطة والنتيجة رائعة. رايحة نعطيكم كامل التفاصيل والأسرار به تنجح لكم، خاصة لمبتدئات اعتمدوا هذا الوصفة على بالي رايحين تولوا محترفات فيها. بلا ما تطول عليكم نجوزو للطريقة والمقادير كيفاش، ولكن دائما نقول لكم عاونونا بالكومنتار مع البارتاج وليزابوني. أولا رايحة نجيب كيلو تاع سميد يكون رطب لا سم مع فنجل تاع الزيت عادي والزيت تاع الزيتون، مع الملح، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، ومع مغرفة تاع السكر. هنا السير باه تخرج لكم حمرة وتجي طرية. هذاك هو السكر مع الخميرة رايح يخليها تجي لكم الطرية مع هذيك التحميرة. من بعد راح نبدا نرش في الماء وراني نعجن كيما راكم تشوفوا. نرشو بالماء ونعجنوا العجينة تاعنا. رايحة نعجنها حوالي دقيقة، لأنه الكسرة أو أغور مقوران يحب تعجنو بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا أنا هنا عجنتها وكورتها كريات صغار. أنا خرجت 3 يعني كبار، ماشي صغار بزاف وماشي كبار بزاف. رايحة نديرهم داخل الشاشي ونغطي عليهم ونخليهم حوالي 10 دقائق كيما راكم تشوفوا. بعد ما خليت الكرات نتاعي ارتاحوا، هاوليك القهوة نتاعها تخرج لينا طرية بالبزاف. رايحة ندير رشة تاع فرينة ونبدا نحل فيها عادي. رايحة تسهل لينا العملية لأنه خليناها ارتاحت. نحلوها رقيقة لأنه فيها الخميرة، رايحة يزيد تنفخ لينا، دونك لازم عليكم تحلوها رقيقة بزاف. من بعد رايحة نطيبها في طاجين عادي ونثقبها بالفرشيطة كيما راكم تشوفون. نبقى نحرك فيها على شكل دائري. من بعد رايحة نقلبها، نجيب هادي رايحة نعبز عليها كيما راكم تشوفوا حتى وين تتحمر لينا من جهة وجهه. رايحة نقلبها. ها هي النتيجة راكم تشوفوا بعينيكم. خدت هذاك اللون اللي نحوس عليها، هذيك التحميرة الله الله. نبقى ديما نحرك فيها كيما راكم عاد تشوفوا على شكل دائري. هذه هي الكسرة نتاعنا بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا. خدات هذاك اللون اللي نحوسوا عليها، هذيك التحميرة. خرج يعني ما شاء الله، خرج طري، خرج رائع ويقرمش. يعني وصفة جد رائعة. اعتمدوا على هذه الوصفة، ما يكونش رايحين تندموا عليها، وراكم رايحين تشكروني كامل على هذه الوصفة، خاصة للمبتدئات رايح ننجح لكم من أول تجربة. أنا هنا الكسرة نتاعي قدمتها مع فلفل ترشين مع زيت زيتون. فوالا هذه هي وصفة تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم، نتمنى تجربوها، والى الحصة المقبلة ان شاء الله. مع السلامة، الى اللقاء.